السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر وكيل دكتور مايكروسوفت. انا النهارده جاي اتكلم عن مكتبه اسمها سيلينيوم، او المكتبه اللي ازاي تبدا تعمل بيها ويب روبوت. تمام. او المكتبه اللي انا استخدمتها ان انا ابدا اتلاعب مع الفيسبوك. حلو. الفكره كلها دلوقتي ان الويب روبوت ده لازم بيتم ازاي. تعالى كده نفتح البراوزر. تمام. الفكره كلها ان الويب روبوت ده بيبدا يتعامل مع كود ال HTML اللي عندك في الموقع. تمام. كواد ال HTML اللي عندك في الموقع، ويبدأ من خلالها يعمل ايه؟ آه وبيبدأ من خلالها اسمه ايه ده؟ حلو. وجينا هنا كده فتحنا الفيسبوك. بيبدأ من خلالها يعمل ايه؟ يبدأ يحدد كل عنصر HTML او element في كود HTML اللي عندك، يبدأ يتعامل معاه. تمام. حلو. زي ما احنا هنشوف دلوقتي حالا. تمام. في حاجة اسمها في البراوزر اسمها ويب ديفلوبر تول. تمام. الويب ديفلوبر تول، فتحت التولز الويب ديفلوبر. تمام. نفتح مثلا حاجة اسمها الانسبكتور. تمام. اداه الانسبكتور، او انا ما بحبش الانسبكتور الصراحه، فانا منزل اداه تانية. اسمها تولز اهي، محطوطه هنا. تمام. تمام. اهي دي الاداه التانية منزل. بقوم ضاغط هنا ومحدد الاداه الحته اللي انا عايزها. بعد اذنك مش عايز 12 12. ماشي. المهم الغي دي، الغيها. شكرا شكرا. مش عايز حاجه منك. هنا اهوت، انا لو ضغطت هنا، لو حددت ديت في الانسبكتور قلت له انا عايز ديت، فهيجيب لي مين؟ هيجيب لي الاليمنت اللي في كود HTML اللي بتاع العنصر ده. يعني العنصر ده عباره عن ايه؟ عباره عن زرار انبوت. تمام. او تكست انبوت. تمام. ليه اي دي وليه كلاس وليه. تمام. المهم، فالمميز بتاعه ايه؟ اللي هو ليه اي دي مثلا اسمه الايميل. طب الباسورد اهو، لحته مميزه اللي هي اسمها اي دي برضو، اللي اسمها الباسورد. تعالى كده برضو اقول لكم برضو تركايه. انا هكتب دلوقتي جوه كلمه الباسورد في كلمه عمر. تمام. فانت مثلا لو عند واحد صاحبك مثلا وفتحت الفيسبوك بتاعه وعايز مثلا تهزر معاه يعني وتاخد الباسورد بتاعه، فانت هتقوم فاتح كده مكان الباسورد ده، وجاي هنا عامل ايه؟ شايف كلمه باسورد دي؟ اكتب بس مكانها تكست، هتلاقي اللي ظهر لك الباسورد اللي انت كده. تمام. دي حته على السريع كده يعني. المهم، فدلوقتي انا بس عشان اخليكم فاكرين من المعلومه ديت، ان المكان بتاع الاي دي ده اسمه ايه؟ اسمه ايميل. والمكان بتاع الباسورد اسمه ايه؟ اسمه باسورد. حلو. تعال نرجع بقى للكود بتاعنا. حلو. دلوقتي هنشتغل المكتبه بتاعت سيلينيوم. اول حاجه خالص بدخل منها مكتب الفانكشن اسمها ويب درايفر. تمام. وبستخدم حاجه اسمها منها الكيز، وحاجه اسمها الاكشن تشينز. تمام. المهم، وانا عامل برضو مكتبه فيها الايميل وفيها الباسورد، عشان ما اكتبوش بس انا جوه الكود هنا، فانا بدخله من بره على طول. تمام. المهم، بعمل طبعا اول حاجه خالص بدخل الايميل بتاعي من المكتبه اللي عاملها من بره، وبدخل الباسورد بتاعي من الباسورد اللي عامله من بره. تمام. وبعد كده بقوم عامل ايه؟ بقول له مسمى عنصر اسمه تريبل اكس. تمام. بقول له دخل لي فيه البوست بتاعي اللي عايز اعمله على الفيسبوك. تمام. ده فكره البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه. عايز اعمل بوست على الفيسبوك بدون تدخل اي عامل بشري. حلو. مجرد بس انت تدخل البوست انت عايز تدخله. المهم، اول حاجه خالص بقوم عاملها ايه بقى؟ واخد من الدرايفر، من الويب درايفر اللي احنا معرفينه فوق دهوت، ما واخد منه اوبجكت اسمه درايفر، بس ببقى بميزه ان هو بيبقى عباره عن ايه؟ عن فايرفوكس. مش المصطفى بتاعنا اسمه فايرفوكس، يبقى انا هنشتغل على فايرفوكس. تمام. وبعرف برضه طبعا الاكشنز بتاعتي اللي هو ايه؟ جافا سكريبت. تمام. عن طريق ايه؟ الاكشن تشينز على الدرايفر، خزنها فين؟ في الاكشن. المهم، ما علينا من الاكشن دي مالهاش لازمه دلوقتي. نخش على طول. انا عايز افتح موقع عن طريق سيناريو، هفتحه ازاي؟ عن طريق السطر ده: driver.get www.facebook.com. تمام. كده انا هفتح مين؟ موقع الفيسبوك. بعد كده بقول له استنى قد ايه؟ استنى ثانيتين. هبقول له استنى عندي بس عشان النت عنده ضعيف شويه. حلو. طيب. وبعد كده خلاص فتحنا موقع الفيسبوك. عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين ناخد الاوبجكت بتاع الايميل، والاوبجكت بتاع الباسورد،
ونبدا نبعت لهم الايميل ونبعت لهم الباسورد ايه اوتوماتيك بدون تدخل مننا. فاول حاجه خالص هنعمل ايه؟ لازم نعمل فايند للاليمنت. تمام، نجيب العنصر اللي في كود HTML اللي هنبعته الباسورد. فبنجيبه ازاي؟ بقول له عن طريق الكود ده درايفر دوت فايند اليمنت، يا اما باي نيم يا اما باي نيم يا اما باي اي دي يا اما باي اكس باص. انا عن نفسي انا افضل الاكس باص لان هي اللي هي بروفيشنال الصراحه. تمام، باي نيم زي ما احنا كنا شايفين كده في الكود بتاع HTML. تمام اهو، كل واحد اسمه ليه اي دي مثلا اللي هو الباص، وليه النيم اللي هو مين؟ الباص. تمام، المهم فانت ممكن تكتب الايميل او تكتب الباص ويطلع لك على طول الاوبجكت، يجي لك على طول الاوبجكت فين؟ في العنصر اللي بره ده اللي هو الاليمنت ده. تمام، حلو. فدلوقتي انا دلوقتي هنشتغل بالاكس باص، فبقول له ايه؟ دبل سلاش. بيشتغل بقى ازاي اكس باص ده؟ العنصر هنا اسمه ايه؟ انبوت. فبقول له دبل سلاش الانبوت، جميع العناصر الانبوت اللي عندك، بس انا عايز عايز الاي دي بتاعه. هو عامل قوسين مجموعه، بقول له عايز الاي دي بتاعه ايه؟ ايميل، كلمه ايميل. فاهو الانبوت، بس عايز الاي دي بتاعه اللي هو مين؟ كلمه ايميل. تمام، وبعد كده هيبدا يعمل لها ايه؟ هيبدا يبعت لها الكيز، هيبدا يبعت لها المتغير اللي انا معرفه خالص اللي هو مين؟ الايميل اللي انا مخزن في الايميل بتاعي. حلو، طيب. وبعد كده دور على العنصر وهات العنصر اللي النيم بتاعه اسمه ايه؟ باص. هيقوم جايب وبعد كده باعت له انا ايه؟ الباسورد اللي انا برضو قاريه من المكتبه اللي انا عاملها بره. وبعد كده بقول له كيز دوت ريتيرن. انت قدامك حل من اتنين، يا اما تضغط على اللوجن يا اما تضغط انتر. فانا عملتها بايه؟ عملتها بانتر. بعد كده قلت له تايم سليب 4. بعد كده قلت له ايه؟ درايفر دوت جيت فيسبوك دوت كوم. دي بعد ايه؟ بعد ما يعمل لوجن يفتح لي صفحه الفيسبوك الرئيسيه. تعالى كده نجرب الكود ده. هيقول لي دخل عايز تعمل بوست، اقول له مثلا كلمه عمر. تمام، فتح الويب براوزر اهو. الماوس على فكره واقف، خليكم ركزوا مع الماوس واقف ما بيتحركش. تمام، حلو. دلوقتي هيبدا يعمل لوحده، هيبعت ايه؟ هيبعت الايميل وهيبعت الباسورد. تمام، هتبعت الايميل وبعت الباسورد. الباسورد مكتوب غلط. ثواني ثواني يا عم مصر. لحظه، انا واقف الفيديو ثانيه بس اشوف الباسورد وجاي تاني. لحظه، انا جيت تاني اهوت. تعالى بقى نجرب تاني كده، كان في غلطه صغيره في الكود اللي هناك اهوت. اسرع بقى. الماوس هو برضه يا جماعه ما يعملش حاجه. حلو، فتح. طبعا لازم المشكله هي مشكله في واحده بس، انه لازم يحمل لحد الاخر عشان يبدا يتعامل مع الصفحه. لازم يحمل لحد الاخر، لحد ما العلامه بتاعت اللي بتلف دي لحد ما تقف. الماوس اهوت. تمام، تمام، هو كده خلص تحميل اهوت. هيبدا دلوقتي يبعت لوحده ايه؟ الايميل والباسورد اهو. دلوقتي خلص تحميل. هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل بص للكلمه اللي احنا عملناها فوق لو النت عندك كويس. تمام، زي ما انتم شايفين كتب كلمه عمر ويعمل لها بوست اهوت. تمام، عمل لها بوست خلاص وخلص. تمام، ده البرنامج. تمام، برضو عايزين بس نشوف كده حاجه على السريع. تمام، لو عملنا اف 11 اف 12 وجبنا الانسبكتور هنا وشفنا الجزئيه ديت. الانسبكتور ما ده مهم. المهم زي ما كملنا كده. تمام، بعد ما بعتنا الميل والباسورد عايزين نبدا نعمل ايه؟ نعمل بوست. تمام، طيب المكان بتاع البوست ده هنجيبه برضه بالاكس باص اهوت. هنجيبه ازاي؟
الاتنين دبل سلاش، هي المكان اسمه تكست اريا، وبجيبه بحاجه اسمها بليس هولدر وات از ان يور مايند. تمام. بعد كده بقول له ايه element دوت send كي مين التريبل اكس اللي احنا كنا عاملينها فوق بتاع البوست اللي احنا عايزين نعمله. بعد كده بقول له ايه بقى، هات لي الزرار بتاع البوست المكتوب في كلمه بوست عن طريق الكود ده. باخر بقول له ايه، راح فين اهو الزرار بتاع البوست. تمام. بعد كده بقول له ايه اضغط عليه اكشن دوت اكشن درايفر. بعد كده اكشن دوت كليك على مين، على الاليمنت. اكشن دوت كليك على مين، على الاليمنت اللي احنا جبناه. بس ده الكود. اتمنى الكود يبقى بسيط وسهل، وباذن الله هرفعه. اتمنى الكود يعجبكم. طبعا في تريكات كتير جدا انا عملتها قدام، بس طبعا يعني ايه هديكم الاساسيات عشان كل واحد بقى يكمل في الحته اللي هو عايزها، ما بقاش بس حاطط صوره الفكره في حاجه معينه. يلا سلام عليكم.